السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورك في ظهرك يا خطيب. ده الهاشتاج رقم واحد على مصر بقاله كذا يوم. ماذا بينك وبين الله يا خطيب لكي يعشقك الملايين، رغم إنك بطلت الكورة من سنين، رغم الكثير من المغردين والمشككين وأعداء النجاح والذين لا يتوانوا في انتهاك خصوصيتك والتعدي عليك بالأقوال الباطلة. ماذا بينك وبين الله يا خطيب؟ دي أبسط بداية ممكن أتكلم بيها عن معشوق الملايين الكابتن محمود الخطيب، واللي أنا أتعجب كل العجب أي إنسان عنده ضمير لما يلاقي حد قيمة وقامة وخلقيا على أعلى مستوى ويشهد تاريخه الذي يتجاوز 70 سنة أن هذا الرجل، كل إنسان مننا معرض إن هو يتحط تحت ضغوط، ينفعل، يغلط، إنسان طبيعي يعني، صح، يتجاوز في بعض الأحيان، إنما أن تحتفظ بأدبك وأخلاقك ورقيك الجم 70 سنة، أكتر من 70 سنة. كابتن الخطيب مواليد 1954 في قرية بسيطة في السنبلاوين تبع محافظة الدقهلية، ونزلوا قعدوا في منطقة شعبية كلنا بنعتز بيها، منطقة عين شمس. دي بدايات الخطيب وهو صغير، حتى سنه حتى هذا الوقت لم يوجد مستند أو وثيقة رسمية أو غير رسمية، مسربة أو من غير مسربة، رغم نجومية هذا الرجل طوال سنوات عديدة، عشرات السنوات، تظهره في وجه آخر أو وجه مغاير، في لحظة غضب، في لحظة نرفزة. هذا لم يحدث ولن يحدث بإذن الله، لأن الخطيب من عجينة تانية، والناس اللي هي غيرانة من الخطيب والناس الكارهة والناقمة من شهرة ونجومية الخطيب ويظل هو المعشوق الأول. معظم الأندية الناس اللي هي بتبص بعين حيادية، لأن هذا الرجل لن يتكرر. هل تعلم عزيزي أن الخطيب ابتدأ وهو صغير ناشئ، واكتشفوا النادي الأهلي وشافوه في مباراة ودية وعجبوا بيه جدا، وانتقل للنادي الأهلي وهو في عمر 16 سنة حتى اعتزال الخطيب. 16 سنة الخطيب لعب فيهم للنادي الأهلي ومنتخبات مصر، شارك في بطولات عديدة. الخطيب وهو لاعب فاز ببطولة أندية أبطال أفريقيا، أبطال الدوري مرتين، وفاز ببطولة أبطال الكؤوس 3 مرات. ده وهو لاعب فاز مع منتخب مصر في 86 بأمم أفريقيا. هو اللاعب الوحيد اللي خد أحسن لاعب على مستوى أفريقيا سنة 83 من فرانس فوتبول كأحسن وأعظم لاعب في أفريقيا، وهذا يكفيه فخر، وهذا ليس بالصدفة. لم يأتي قبل أو بعد كابتن محمود الخطيب طوال تلك السنوات حتى جاء كابتن محمد صلاح وفاز بيها تاني مرة، فخر مصر والعرب. ولكن هذا أكبر دليل للفنيات العالية. هل تعلم عزيزي أن خلال 16 سنة كابتن محمود الخطيب في بطولاته المتعددة لم يحصل على أي كارت أحمر، وحصل فقط خلال حياته كلها على إنذارين؟ هل في لاعب حصل على إنذارين خلال مسيرة طويلة تتعدى 15 سنة؟ مفيش، عن ثقة، استحالة. ده جزء من أخلاقيات الخطيب ومن تربية الخطيب. لما بتشوف حد ويكون عنده كاريزما ويكون عنده قبول، ده من عند ربنا وإن هو طالع من بيت طيب. شخصية لا تتلوث، شخصية مهما عدى عليها سنين لم تتغير ولن تتغير، لأن بتفضل ببساطتها وبأدبها الجم وبصوتها الهادي، لم تتلون. أقل منه بكتير بيصاب بجنون العظمة ويقولوا أنا. أقل منه بكتير لما بيقعوا في مواقف بيكونوا مؤدبين جدا بينفجروا وبيخطئوا وبيطلعوا عن المسار وبيكون عندهم عذرهم. الخطيب ما حصلش هذا الكلام، لم يتجاوز الخطيب. أكبر شيء الخطيب كان بيرد على الانتهاكات حياته الشخصية والإهانة والسب
ليل نهار فيه وفي أسرته، إن هو كان بيقول هذا لن يستقيم وهذا لا يجوز، وأكيد لكل شيء نهاية. ده محمود الخطيب ببساطة شديدة. محمود الخطيب معشوق الملايين الأهلاوية، مع احترامي للجميع، كابتن حسن شحاتة، كابتن فاروق جعفر، اعملوا استفتاء تبع أي منتدى، تبع أي موقع عالمي، أتحدى إن لم يكتسح الخطيب أي حد وبفرق كبير جدا سوف يؤيده ويناصره ويحكم التاريخ إن هو أكتر من أي حد وبمراحل اكتساح لن يقل عن 90%. هذا حب الخطيب، وهذا قدر الخطيب، وهذا رصيد الخطيب. هل تعلم سيدي أن الخطيب مسك النادي الأهلي من 2017 حتى الآن فاز ب4 بطولات، ودي ما حصلتش. 4 بطولات أبطال دوري أبطال أفريقيا، ده غير البطولات المحلية، غير السوبر الأفريقي 3، غير ما خد البرونزية كأس العالم 3 مرات، غير ما خد المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية مرة. كل ده هو الخطيب. هو الخطيب، هو رئيس، هو بدون تجاوز وبدون ان هو بينسب حاجة لنفسه. وعمر الخطيب ما طلع قال انا اصلا انا جامد جدا، او انا عملت كذا، او لولا ان انا عملت كذا. دايما وابدا صامت وبينسب النجاح لأول ناس في الدنيا، جمهور الأهلي. الخطيب قيمة وقامة، شاء من شاء وأبى من أبى. ومن الظلم ومن الغبن على رجل بهذه القيمة وبهذه الأخلاقيات أن يحارب حتى سنه هذا رغم مرضه العضال. ربنا يا رب يشفيه وربنا يخليه لأسرته، ولكن الخطيب لا يستحق هذه الإساءة. ولذلك الهاشتاج دوت أكبر حاجة معبرة عن من هو محمود الخطيب وما هي قيمة محمود الخطيب. محمود الخطيب هو المدرب الوحيد وتحدى على مستوى مصر. لما مسك كان المدير الإداري لمنتخب مصر مع كابتن فاروق جعفر، وقعدوا عدة أشهر بعد كرول. الوحيد اللي لما ما حققوش نتائج كويسة واستقالوا أو قيلوا، الوحيد اللي قال مش محتاج الفلوس ورجع الفلوس لاتحاد الكرة، ما خدهاش المرتب اللي هو خده في الكام شهر اللي مسك فيهم. هذا هو محمود الخطيب. محمود الخطيب من لديه أي تجاوزات لمحمود الخطيب فليعلنها، وبعدين الناس تقول لك اصل الخطيب بيزق ليه اعوانه وهم اللي بيتكلموا. هم يا راجل انت ما سمعتوش كلمة مرة واحدة طلع تفوه بيها ولا هدد انصاف المشاهير وانصاف اصحاب السلطة والنفوذ بيطلعوا بيتفوهوا بيهددوا الدنيا كلها وبيلعبوا بكارت الجمهور؟ الخطيب عمره لما هذه الشخصيات اللي بتثير الجدل وبتتعمد وتهديد مباشر للامن والسلم العام. على العموم مسك الختام ان انا احب ان انا اقول ان الخطيب ده عشق من الطفولة لكل جماهير الاهلاوية ولكل جماهير مصر، لكل انسان عنده ضمير ولا يستحق ان يهان. وتاريخ الخطيب عظيم جدا، وكل من يشكك في الخطيب هو صاحب مرض وصاحب غرض. من يرى أن الخطيب يتعامل مرة بتعالي فليأتي بفيديو أو بصورة دي. شكرا كابتن محمود الخطيب، وربنا يخليك لينا ويخليك لولادك، ودائما وأبدا تكون في وسطينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.